ليه ما ينفعش تصاحبي واحدة مش شبهك في طريقة التفكير؟ حد فيكم هيضحي، حد فيكم هيبقى مأذي، حد فيكم هيبقى مرتاح، التاني هيبقى مأذي. انت ممكن تكون لا امال انت بتقولي كلام مش صح. انا مع واحدة صاحبتي مش تفكيرنا مش زي بعضه، مختلفين تماما وكويسين. اصبري على نفسك شوية، هتلاقي نفسك يا انت بتضحي يا هي بتضحي. والكلام ده مش على تجربة شخصية، انا في كذا حد قال لي الموضوع ده. بعد فترة الموضوع ده بيبدأ يتحس، لان الدنيا وطريقة تفكيرنا وحياتنا وخروجاتنا ومش عارفة ايه بتتغير، فتعاملك معاها مش هيفضل زي ما اول مرة انت عرفتيها. اوكي، فلو انت مش انت اللي بتتأذي يبقى هي اللي بتتأذى. لو هي اللي بتتأذى، لو انت اللي بتتأذي يبقى هي تمام بالنسبة لها، العلاقة حلوة مش مؤذية. فمش معنى ان هي ما بتتأذاش وانت بتتأذي او حاسة ان انت بتمتصي منها طاقة سلبية، ده مش معناه انه خلاص انا بساعدها. لا، ساعديها ولكن بحدود. تاني حاجة مهمة جدا، انا مش بقولك اقطعي علاقتك بيها، ركزي معايا، ما بقولش اقطعي علاقتك بيها طالما هي كويسة وانتي كويسة، ولكن بس الفكرة في فرق التفكير. ده مش يخليهاش شخصية وحشة ولا يخليكي تقطعي علاقتك بيها، ولكن ما تبقوش قريبين قوي كده من بعض. لان واحدة تانية شبه طريقة تفكيرك مش بذمتك هي اولى بطريقة تفكيرك، وواحدة شبه في طريقة التفكير هي اولى تكون صديقة مقربة منها. لكن انتم مع بعض تخرجوا على طول، كل الاسرار بتاعتك تتقلها وكل اسرارها هتتقلك. لا، حتى هتلاقي ان انت الحاجات اللي المفروض تعمليها دي عشان تخرجي وتنبسطي وتباتي وتسافري ومش عارفه ايه معاها، الحاجات دي تبسط. هتلاقي نفسك شويه شويه لا، الموضوع ده ما بيبسطش، لان هي طريقه تفكيرها والطريقه اللي بتاخد بيها الامور في الحاجات اللي تبسط دي مش زيك. فانتي طب يعني احنا خارجين دلوقتي، راحت حكت لك على مشكله، انتي مش عايزه تعملي كده دلوقتي، تتكلمي في مشاكل في وقت زي ده، هي بالنسبه لها عادي. هي على ما صدقت انها خرجت مثلا بره لوحدها فهتبدا تدخن. انتي ما بتحبيش التدخين، ما بتحبيش الريحه دي، او بالنسبه لك عادي دخني، بس اللي هو لا يعني شكلي قدام الناس انا مش عايزه حد يشوفني قاعد مع حد بدخن. ماشي نقعد مع بعض في الاوضه مش عارفه ايه، في ناس ممكن بنات ممكن تتضايق من ده، يعني دخني بس وانا مش معاكي. طالما الموضوع بيضايقك عادي ان انت تسبيك اب. هي طالما هي صاحبتك لازم تقولي حاجه زي كده، والطبيعي طالما انت بتيجي على نفسك في حاجات هي المفروض خلاص مش هدخل وانا معاكي. يعني احب قوي في العلاقه حتى لو بنتين او ولدين او بنتين او ولدين بس يكون في تفاهم. يعني لما اقولك معلش الموضوع ده بيضايقني، تردي عليا وبأدب وبهدوء، مش تبقى معركة. لو انت عندك واحدة صاحبتك مش شبهك تطيش علاقتك بيها، ساعديها وخليكوا صحاب، متطوش علاقتكم ببعض، هتلاقي نفسك مبسوطة وهي مبسوطة والدنيا ماشية تمام.